صباح الخير. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وبتكلم فيه النهارده. تمام. الوقفه بتاعه التاكسيات على باب المدينه دي وقفه مش وقفه احتكاريه. الوقفه دي للجميع، ما ينفعش فئه معينه يقفوا قدام باب المدينه. انا بشكر جميع الناس اللي وقفوا وساندوا ودعموا اصحاب الارزاق اللي بيدعموا لقمه عيشهم، اللي بيجروا على لقمه عيشهم. انا بشكر الناس اللي فعلا بتساند. ما ينفعش اساندك في لقمه عيشك، ادعمك في لقمه عيشك وانت تاذي الاخرين. تمام. زي انت بتقف في ناس تانية عايزه تقف. الموقف ده مش ليك، مش احتكار ليك. وانا في رمضان بحلف والله مفيش اي خصومه شخصيه او سعريه ما بيني وما بين الناس اللي واقفه على باب المدينه. انا بتكلم كلمه حق. تمام. زي انت من حقك تقف في باب المدينه، في ناس محترمه زيك بالظبط، عشان ما تفهمنيش غلط، عايزين يقفوا. تمام. بس في سلوك انا بنقده وبقوله بعقل بكلام جامد، وهو ما ينفعش الاقيك بتقدر الجنيه ومش بتقدر الزبون بتاعك. للاسف انت بتقدر الجنيه ومش بتقدر الزبون بتاعك. انت سبب طفشان الزبون منك. ويا ريت يا سكان مدينه اسيد، السكان الطيبه المحترمه، حافظوا ان الموقف ده ما بقاش وقوف عشوائي، عشان ده ممنوع اساسا من الناحيه المروريه. بالاضافه ان ما ينفعش فئه معينه من الناس يحتكروا الموقف ده لصالحهم. هم الوحيد اللي يقفوا فيه. ما ينفعش. في ناس محترمه عايزين يوقفوا برضه. ما ينفعش تطفشني كده بطريقه غير مباشر وتعالى وتقول لي ايه، تعالى اقف ازاي وانت بتطفشني كده؟ ده بالنسبه السواقين ما بينهم وما بين بعض. بالنسبه للزبائن هم طفشونا للاسف. طفشونا ليه؟ عشان هم زي انا ما قلت لحضراتكم ان هم بيقدروا الجنيه ومش بيقدروا الزبون اللي بتاعهم، ومفيش اي خصومه ما بيني وما بينهم. وبسلم على الراجل المحترم، والله مش شهره ليه، ولا هو طلب مني ولا طلب مني الكلام ده ولا اي حاجه، ولا بقول الكلام ده ما بنتهز خلاف شخص ما بين حد وحد. الله شاهد عليا. بصراحه انت راجل محترم يا حاج مصطفى. انت بتقدر زباينك ومش بتقدر الجنيه بعكس الاخرين. انا بقولها بقلب جامد. الحمد لله والله، الحمد لله والله. ما تزعلش نفسك يا استاذ حاتم. انا بتكلم بكل ادب واحترام. تمام. احنا اساس الشغلانه يا استاذ حاتم. حبيبي ابن الكار بيعرف يحافظ على المهنه بتاعته بعكس الدخيل بيفسدها. وبيحافظ على الناس المحترمه اللي طبعا. زيك يا استاذ حاتم. حبيبي يا حاج مصطفى، شكرا مع السلامه.